الحاجة الأخطر، وأرجوكم ركزوا معايا بما لي لديكم من ود واحترام. الصفحات العديدة اللي بتشتغل على تفتيت شباب الثورة الآن، الأدوات الإخوانية تتحرك لاستهداف شباب الثورة والرموز الكبيرة منها، أسماء مهمة، أسماء لها لدى ثقافة وبصيرة الشعب المصري وقع. فنلاقي أحمد حرارة في مشهد، نلاقي في الطرف الآخر أحمد دومة في مشهد، نلاقي بعيد أسماء، سواء أسماء دي أو أسماء دي. كل النوع ده هو المستهدف في الصفحات الأهل والعشيرة، علشان لما يتبنوا الحالة الإخوانية يبقى يحصل شق صف جوه التيار المدني. وعايز أذكر حضراتكم إن أنا قلت من أكتر من 3 أسابيع إن المشكلة مش في الأهل والعشيرة لأن أداءاتهم محفوظة، المشكلة أكتر لدى تيارنا المدني الواسع من أقصى يمينه لأقصى يساره. علشان كده أنا بناشد شباب الثورة، أنا عايزة بس أفكرهم كويس قوي. هو مجموعة حازمون كانت موجودة في محمد محمود عملت إيه؟ سلمتكم تسليم أهالي عند خطوط المقدمة بعد ما استفزت وزارة الداخلية واختفت من المشهد؟ ولا المسألة إحنا بننسى؟ ولا إحنا ليه مرتبكين ومش عارفين نحط أولويات اختياراتنا في اللحظة؟ إيه؟ ربنا مديني أمارة، لأنه من 4 أيام الأهل والعشيرة وقياداتهم قالوا إن هم هيحيوا ذكرى محمد محمود، وفي المقابل اتقال إيه؟ من امبارح بس إن هم مش هيدخلوا محمد محمود. مش هو ده نفسه الأداء القديم؟ هو احنا نسينا هو جيكا ده اتقتل في عهد مين؟ هو الجندي اتعذب في عهد مين؟ هو احنا ليه بندي للأهل والعشيرة فرصة عبقرية للعب بينا كورقة؟ أخذ الحق حرفة وله توقيته وأدائه. النقطة بقى الأخطر من العلامات اللي ربنا مديها لنا، الناس دي في لحظة الإشغال بتفتيت رموز شباب الثورة، باستحضار فكرة التعذيب داخل أقسام الشرطة، بدل ما يضربوها من بره يضربوها من جوه، هيبقى لهم ورقة تانية مهمة قوي. لو كل ده ما نجحش في تعطيل الوصول ليوم الاستفتاء على الدستور بشكل مبهر، الاستفتاء على شرعية 30/6، هيبقى محتاج يعمل القبح بتاعه. القبح ده له علاقة أكتر بالإرهاب الأسود، والإرهاب الأسود يا شعب مصر الجميل مش هيتم بإيدين مصريين، لأن اللي بيدور دلوقتي المنظومة هو تيار ما فيهوش عقل مصري بشكل مباشر وصريح. علشان كده استحضار الناس اللي بتتعامل بطرق غريبة على واقعنا هييجوا لمشهدنا. ولو سمعت من حضراتكم بعض الأصوات بتقول ومعلوماتك دي منين؟ هقول لأن المعلومات للي بيراقب الحاجات يشوفها بهدوء. هل صدفة أن يتم إلقاء القبض على 3 سودانيين ولديهم أحراز فيها أسلحة وفيها؟ هل صدفة أن يتم القبض على أكتر من شخص إفريقي داخلين ضمن بعثات لمنظمات دولية ومعاهم أشياء تستحق أن احنا نقف عندها؟ هل صدفة أن كتلة شباب الثورة تدخل في حالة الاختلاف والاتفاق ومن مع ومن ضد؟ هل صدفة أن نتاج لقاء واحد لأحمد حرارة يخلي مجموعته نفسها تبقى مجموعة مع ومجموعة ضد؟ احنا اتعلمنا في المنطق واحنا بندرسه في ثانوي، يعني مش في اللحظة دي خالص، ان ما لا يفهم من مقدمات الموضوع يفهم من نتائجه. فهل النتائج اللي وصلنا لها دي هي اللي كان أحمد حرارة عايزها؟ أستطيع أن أقول بخبرتي الصغيرة من معرفة هذا الشخص في الميدان إنه مستحيل يكون هو ده اللي هو عايزه، إن شبابه يتقطعوا كده. علشان كده أنا بناشدكم، النهاردة يوم مهم وخطير، وبكرة يوم مهم وخطير، واللي جاي أيام مهمة وخطيرة. اللي ملوش مصلحة ما ينزلش، واللي ملوش مصلحة يروح يعمل شغله ويخلص في عمله ويسيب الأمن اللي بيدفع ثمن لحد دلوقتي من يوم 30/6.
اللي بيعملوا دعوات علشان يقولوا انزلوا احتفلوا بعيد ميلاد الفريق السيسي مش هو الرجل بتاع اعياد الميلاد. وخلي بالكوا اللي هيندس وهو شايل صورة السيسي، لان دول بيؤمنوا الغاية تبرر الوسيلة. خلي بالكوا المسألة واضحة وبينة، لا الراجل بتاع اعياد ميلاد ولا مطلوب ان احنا نعمل له كده. ارجوكم كلكم محدش ينزل في اشياء لا تستحق. الراجل بيعمل بإخلاص وبيطالبنا أن نعمل كلهم في موقعه بإخلاص. خلي بالك حتى لو أنت حسن النية، أنت بتقدم الأرض الخصبة اللي يتم اختراقنا من داخلها.